حاجات كنت اتمنى اعرفها قبل ما اعرض اول خدمه للبيع. اهلا بيك يا صاحبي في دوامه الفريلانس، فتعالى اقول لك ازاي تبيع اول خدمه ليك. حتى لو لسه ما حدش يشتغل معاك ولا مره، ابعت في كل حته من غير كسوف. اول عميل مش هيجي لك بالسهل، لازم تبعت وتبعت وتبعت وتبعت. فين بقى؟ في الجروبات وكل المنصات زي خمسات وفريلانس ومستقر وفي لينكد ان، حتى على الانستجرام. بس هو تبعت وتقول السلام عليكم، انا بعمل تصميمات، فلو حابب تتعامل معايا تعالى قول. كانك بالظبط باعت انك قاعد فاضي فتعامل السله. لكن جرب تبعت وتقول ازيك، انا شفت مشروعك وعجبني وعندي افكار ممكن تطوره من ناحيه التصميمات، فلو تحب تسمعها قول لي ونشتغل عليها واقولها لحضرتك. كده انت بتلفت نظره وهتخليه ينتظر اللي انت بتعمله. اول عميل تجربه ليه مش بيع عليه. اول مره تبيع فيها الهدف مش هيبقى الفلوس، الهدف انك تبني اول خطوه في الثقه بتاعتك. فما فيش مشكله لو عملت اول شغل ببلاش مقابل تقييم على الموقع بتاعك، او بسعر رمزي علشان العميل يحترم الشغل بتاعك اكتر، او تبادل خدمات لو هو مشهور مثلا انت تصمم له وهو يسوق له. بس في شرط مهم، فكر ان دي الفتره بتاعت البدايه بس. خليك واضح وصريح بشكل كبير، قول انا لسه في اول الطريق بس هشتغل بكل طاقتي علشان اقدم لك نتيجه ترضيك فعلا. العميل مش هيتوقع منك اي معجزات، بس لو شاف صدقك واجتهادك غالبا هيكمل معاك. فلو لسه محدش يشتغل معاك يفضل انك تشتغل لوحدك. اعمل شغل تجريبي كانك شغال لعميل حقيقي. يعني لو بتكتب محتوى اعمل بوستات لبراندات وهميه، وبتصمم اعمل هويه بصريه كامله لشركه من دماغك، ولو بتبرمج اعمل موقع تجريبي. قول ان ده مشروع تجريبي لتطوير مهاراتك. في النهايه المهم انه يعكس الشغل بتاعك. الناس يهمها تشوف مهاراتك وعايزين يتخيلوا جودتك معاهم هتبقى عامله ازاي. خليك ثابت وما تزهقش، لان اول بيعه ممكن تاخد يوم وممكن تاخد شهر، بس لو فضلت تبعت وتتعلم وتطور من نفسك البيعه الاولى هتيجي، وهتيجي لما ربنا سبحانه وتعالى يكتبها. فما تستعجلش رزق، ولو افتكرت الجمله دي فهتتغير نظرتك لنفسك للابد. تعالى بقى نكتب الكلام ده في ورقه عندك. ابعت رسائل ذكاء مش مجرد عروض وخلاص. اول عميل هو مجرد خطوه ليا، هحكي الشغل بتاعي وهحكي الرحله. الصراحه والاستمراريه هم اهم صفات عندي. ما تنساش تعمل لنا لايك، تشترك معانا عشان هنكمل في المحتوى ده كتير، واكتب لنا في الكومنتات عن شغلك وهدفك ونفسك توصل ليه.